السلام عليكم اخواني الكرام متابعي قناه تربيه دواجن ابو ريان. صباح الخير عليكم. الشمس يلا شرقات الصباح. اليوم ان شاء الله نمشيو نعطيو الدجاج ديالنا ياكل. تعطلت عليه بالماكله، جوعته مزيان انك تجوع الدجاج ديالك. كل ما جوعتيه كتولي فيه حركه زائده، يعني كيولي نشيط. يعني تجويع الدجاج هو واحد الطريقه باش اننا نشطوا الدجاج ديالنا وردوه حركي كما كتشوفوا وكتسمعوا الصوت ديالو. عليني يحل الباب راسو. لذلك اخوان الكرام غادي نمشيو نعطيوه ياكل دابا ان شاء الله. الوصفه اللي غادي نعطيوه هي هذه كما تشوفوا. ها هي الشعير مليح مزيان للدجاج، كيفيد وكيزيدو في البيض. كما كتشوفوا الطريقه باش كياكلوا. لذلك كما قلت لكم باش تجوعوا القطيع ديالكم هي واحد الطريقه مزيانه باش انك تخلي الدجاج ديالك اكتيف. يعني لا عمرت ليهم دابا هادشي هذا وما كلاوه. غادي نحاول نزيدهم. كذلك هنايا اخواني الكرام كما كتشوفوا يعني ما كيخافوش مني ولا شي حاجه. هذه الالفه بين المربي خصها تكون هكا، يعني ما يخافش منك الدجاج ديالك. هاد الفيسات هادو مربيين معايا، يعني خاص تكون الالفه بين المربي والقطيع ديالو. اي حاجه لا درتيها بحب اكيد غادي تنجح فيها. هذه دابا حوالي 7 تقريبا صباحا بتوقيت مغربي. ولفت نعطيهم الماكله قبل ما هاد الفتره هذه حوالي الساعه 6 او حوالي الساعه 6 دائما. لكن اليوم اردت ان اجوعهم قليلا، لان في التجويع لان في تجويع القطيع يصبح القطيع حركيا واكتيف، يعني ما كيبقاش داك الخمول ديالو. يعني من اهم اسباب علاج الخمول أه واحد بغيت نقول لكم زعما من ما بغينا نعالجوا الخمول ديال الدجاج ديالنا هو اننا نجوعوه لواحد المده ولو لم تكن بالقليله، هو ما يحيد منه الخمول. كنحاول نتهلا في قاطع الصباح، حيت الوجبه الصباحيه هي من اهم الوجبات اللي كيحتاجها القطيع وكذلك الدجاج البياض، لانه بها تيدوز النهار ديالو. كذلك بالنسبه للبيض. الشميشه يلاه شرقات دابا يلاه كتشرق. الجو زوين هاد الصباح هذا مع طاحة الشتيوه بالليل. الجو زوين وشبه هادئ. بالنسبه للماء حتى غادي يشربوا كما كتشوفوا. وغادي نبدل لهم هاد الاناء هذا، هاد الحجره هادي تنغسلها وتنغسل هاد الاناء هذا شنو سميتو بالماء وجافيل باش يولي نقي. وعاد تنعطيهم يشربوا فيه في الصباح. عاد نقدم لهم الماء والشرب ديالهم. دابا خصنا نمشيو نعطيو الفليسات الصغار ديالنا الماكله حيت باقي ساد عليهم.
ما عطينا الدجاج ديالنا ياكل، خصنا نمشيو نعطيو الكتاكيت ديالنا، نجبدو عليهم ونعطيوهم ياكلوا حتى هما. كما كتشوفوا اخواني الكرام، رغم انهم في المكان ديالهم وفي البيت ديالهم، الا انني كنحاول نوضعهم في هذه الصناديق هذه لتفادي اكلهم من طرف القوارض اخواني الكرام، ك كالفئران وكالقنافذ اخواني الكرام. لذلك اقوم بوضع جميع احتياطاتي اخواني الكرام كما ترون في الصورة. كيف ما كتشاهدوا الفيسات ديالنا هما بعد ما حلينا عليهم كيمشيو ديريكت يشربوا اوتوماتيكمون. نعطيوهم الماكله، نقدموا لهم العلف سي كريم، علف مركب. ما كندير لهمش انا الديماراج، كندير لهم 303 علف المغرب. عمري جربت داك العلف ديماراج، وكاين اللي كيعطيوهم داك العلف الساحل ديال الديماراج هو مزيان. لذلك الاخوان ديالنا نعطيوهم ياكلوا. كما كتشوفوا فهم اصبحوا جائعين. كما ان هاد الدجاجه اخواني الكرام بدات كتجري على الفلالس الاخرين، لذلك غادي نحيدها، خلي الفلالس بوحديتهم. باش متبقاش تخليهم ياكلوا. من بعد ما مرور اسبوع تقريبا عندنا حضن الدجاجه الاخيره للكتاكيت. قمت بعزل الكتاكيت عن الدجاج هذا الصباح اخواني الكرام، لانها كانت كنلاحظ بلي بقات كتنقب الفليسات الاخرين. لذلك قمت بالعزل ديالها باش يبقاو ياكلوا مزيان. كما كتشوفوا الكتاكيت ديالنا في صحه جيده الحمد لله. هادو كتاكيت بصنع فقاصه طبيعيه اخواننا الكرام كما ذكرت لكم سابقا، فهما ديال الدجاجه ديالي، ما هما ديال الفقاصه ما هو والو، هما ديال 4 تقيصات او 5 تقيصات، الله لم اعد اتذكر، قيل حوالي 4 تقيصات هنا. العدد ديالهم يصبح تقريبا حوالي 40 او 50. هذا هو الروتين اليومي اخواني الكرام ديالي. تنعطي الدجاج ياكل، من بعد تنجي نعطي الفلسات ديالي. الماء ديالهم هو الماء ديالهم نقيقي، كنبدلو ليهم تقريبا بشكل يومي، والنظافة بشكل يومي يا اخواني الكرام، لان النظافة هي الاساس، وبدون نظافة فلن تكون النتائج جيدة اخواني الكرام. لذلك اوصيكم بالنظافة ثم النظافة ثم النظافة. كما ترون أقدم لهم طعام آخر إخواني الكرام كالربيع والقصة لتلبية طلبهم. وهناك من يقدم الأزولة كذلك، فهي مفيدة جدا للطيور وللكتاكيت الصغار. كما ترون إخواني الكرام، لا تنسوا النظافة ثم النظافة، لأن النظافة وصحة الفرشة، بأن تكون الفرشة جافة، فذلك هو أساس التربية إخواني الكرام. لو تعدت الرطوبة الحد اللازم أو تعدت يعني الرطوبة أصبحت كبيرة أو ضعيفة، فذلك يؤثر على صحة الدواجن إخواني الكرام. كما ترون أن الأرض لم أضع عليها لا تبل والو، لأنه فصل تقريبا فصل الصيف، الجو ساخن تقريبا، لذلك لا أضع شيئا على الأرض، فقط أقوم بالنظافة الدورية واليومية. فهذا يساعدني على لأن تبقى الفرشة جيدة وغير متسخة إخواني الكرام. الجو جميل إخواني الكرام كما ترون.